السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة إن شاء الله بشيء الرحمن جايبة لكم فيديو إن شاء الله يعجب. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على النبي. جايبين بقى النهارده إيه إن شاء الله معانا عملتنا القديمة بتاع الزمان الجميلة جدا، وجايبين بقى حاجة معانا يعني واخدة ترند جامد قوي معانا اليومين. إيه هي بقى؟ الدولار. الدولار يا جماعة أنا جايبه لكم في وسط الفلوس المصري القديمة. أوري لكم الفلوس المصري القديمة زمان كان فيها جمال. زمان المصري صمم التصميم بفن وابتكار، يعني كل فنياته بيطلعها في الشغل. زمان حتى زمان كانوا بيعملوا اي شغل في النحت كان بيعملوه بدقه جامده جدا جدا. ما تيجي اوريكم الشغل بتاعنا عامل ازاي. بص كده يا جماعه، دي الفلوس القديمه في وسطها الدولار. رايكم بقى طلعوا لي الدولار من وسط الفلوس دي، والفلوس دي كلها مصريه، فيها الجنيه، فيها ال5 جنيه، فيها الربع جنيه، فيها النص جنيه. وشوفوا التصميمات زمان كان عامله ازاي، وشوفوا الشغل المصري. احنا يا مصريين دلوقتي احنا عندنا في ناس ما شاء الله عليها عندها فن، يعني الله اكبر. فرق الدولار من الفلوس القديمه. شوفوا التصميم من التصميم ده. انتوا قارنوا بين الفلوس القديمه والفلوس الجديده، قارنوا بين الدولار والفلوس القديمه. يعني بص في الفنيات، شوف الشغل اللي فيها، شوف يعني المصريين زمان كان عندهم فن قد ايه، يعني ما بيبخلش على شغلهم، بيعملوا كل شغلهم بحب. تعالوا اوريكم الوش ده الظهر. اوريكم بقى الوش بتاع الفلوس بتاعنا. طبعا كده عرفت الدولار فين؟ في الظهر. اللي يعرف الدولار يقول لي ويكتب لي في الكومنتات رقم كام. ده بقى الوش بتاعه. شفتوا بقى الدولار هنا ظاهر، بس برضو انا عندي راي التصميمات القديمه لها فن ولها احترامها. حتى يعني بصوا يعني على كل حاجه، بصوا على الجنيه، بصوا على ال5 جنيه، بصوا على الربع جنيه، بصوا على النص جنيه. يعني كل حاجه فيها شغلها، يعني فيها فنيتها. زمان الربع جنيه ده، الربع جنيه يا جماعه ده هقول لكم سنه كام؟ سنه 1963. الربع جنيه ده في الايام دي كان بيشتروا بيه حاجه، لو تسمعوا زمان حاجه كده بتاع زمان كان بيبيعوا بحاجه اسمها الرطل زبده والحاجات وحاجات زي كده، زي الكيلو عندنا في الايام دي والنص والحاجات دي. كان بيشتروا بيها لحمه، كان بيشتروا بخضار. النص جنيه برضه كان بيجيب لحمه على ايامهم زمان، وكان بيحوشوا منه ويشتروا ارض، وكان بيشتروا بيوت. ال5 جنيه بقى دي كان بيشتروا بها ارض. 5 جنيه كان بتجيب ايراد ارض. يعني اقول لكم زمان الفلوس زمان كان ليها قيمه. يعني 5 جنيه دي كده اقول لكم سنه كام؟ سنه 1959. 5 جنيه دي سنه 1959 في الخمسينات. يعني كان بتشتري ارض. ال5 جنيه دي كان بتشتري ارض. شوف الوش بتاعها كان على كان ايام البنك الاهلي المصري. بص الوش بتاعها فيها الفرعون وفيها القلعه. تعالى بقى اوريكم الظهر بتاعها. بص التصميم، الشغل الروماني، يعني في الظهر شغل روماني وفي الوش شغل مصري اصيل. ال10 جنيه دي بتاعت زمان دي كان سنه كام؟ 1964. البنك المركزي المصري. اقول لكم حاجه يا جماعه، انا والله بكلمكم جد، انا جدي اشترى ايرات الملك ب 8 جنيه. ايرات ملك 8 جنيه مش ب 10 جنيه. وده الظهر بتاعها. هي قديمه ومتبهدله بس كان لها قيمتها، ولحد النهارده لها قيمتها. يعني انا راح بشتري 10 جنيه زي كده، يا اما بجيبهاش ومبهدله على شكلها كده بالشكل ده، اجيبها اقل حاجه ب 100 جنيه عاد بهدلتها والشكل ده كده. قول لي بقى لو هي جديده شوف هتساوي كام. دي 10 جنيه زمان كان لها قيمه، والنهارده برده لها قيمه. النهارده ال 100 جنيه ما بتجيبش حاجه، بس برده بتمشي الدنيا ونقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا. بالنسبه بقى للدولار، الدولار اللي معايا ده يا جماعه من بدري. لو بصيتوا على الدولار بتاعنا، بصوا على الدولار ده كده، الدولار ده معايا من بدري جدا. ده شكل الدولار القديم. بص على شكل الدولار، في فرق بين الدولار القديم والدولار الجديد. ده شكل الدولار القديم، وده كده الظهر بتاعه. ده الظهر بتاع الدولار اهو يا جماعه. ده الظهر، ده ظهر الدولار، ده الدولار القديم، وده الوش بتاعه. الدولار بقى الجديد مختلف خالص. فرق بين الدولار القديم والدولار الجديد. الدولار بقى النهارده ده، النهارده بالظبط في البنك النهارده الدولار، النهارده بالظبط الدولار عامل 26 جنيه. ربنا يجعلك عمار يا بلادنا ويحفظك يا رب، ويجعل في الخير فيك على طول يا رب. لو الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش معانا الاشتراك واللايكات بتاعكم الجميله والكومنتات. ويا رب كل اللي يشترك عندي يا رب ربنا يفك كربه ويسدد دينه ويوسعها عليه ويصب عليه المال الحلال صبا كان ماء المنهب، ويسترها معاه فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. وشكرا لكل متابع معانا، نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.